my dear third year secondary stage students. Welcome to this new episode. Today, inshallah, we're going to study part 1 of Unit 11. The title of the unit is Literature. أهلا بكم أحبائي كل طلاب الصف الثالث الثانوي، والنهاردة إن شاء الله هندرس الجزء الأول من الوحدة ال11 وعنوانها Literature يعني الأدب. Let's start in the name of Allah. Let's study the first word in this part of the unit. So the first word is literature. أول كلمة عندنا هي كلمة literature ودي noun ومعناها written works that express ideas, emotions or stories. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأعمال المكتوبة اللي بتعبر عن أفكار وعواطف وكمان قصص. معناها الأدب. literature الأدب. أوكي طيب what's the antonym of this word? non-literary texts النصوص غير الأدبية أو non-fiction يعني الأعمال اللي ما فيهاش خيال هتبقى عكس كلمة literature. طب do we have a synonym of this word? fiction أو literary works. fiction أو literary works يعني أعمال الخيال أو الأعمال الأدبية. What is the derivative of this word? عايزين derivative للword دي. كلمة literary يعني أدبي، literate يعني متعلم بيعرف القراءة والكتابة، literacy حد المعرفة نفسها أو عدم الجهل أو معرفة القراءة والكتابة. أوكي عايزين بقى نشوف الword دي in an example. Let's read this example together. Literature comes in many forms, each offering readers a different window into human experience. Literature comes in many forms يعني الأدب بيجي في أشكال كتيرة. Each offering كل شكل منهم بيدي للقارئ a different window يعني نافذة مختلفة في حياة أو في تجارب الشخص الحياتية أو التجارب الإنسانية. أوكي طيب let's move on to the next word that we have. fiction. fiction it's a noun. طب المينينج بتاعها ايه؟ writing based on imagination not real events. writing based on imagination not real events يعني الكتابة اللي هي مبنية على الخيال مش الأحداث الحقيقية. أوكي الفيكشن أصلا هو الخيال يعني بيدي برضو شبه كلمة الأدب نفسه. alright طيب what's the antonym of this word? non-fiction. non-fiction. Okay do we have a synonym of this word? imaginative. طبعا انا لما بقول على الكتابه انها imaginative بيبقى معناها كتابه خياليه، فتبقى السينونيم بتاع الورد دي imaginative writing او made up stories يعني القصص اللي هي خياليه او متالفه مش حقيقيه، مش بتعبر عن يعني احداث حقيقيه او واقع حقيقي في اللي احنا عايشينه. alright طيب what's the derivative of this word؟ عايزين مشتق كده، كلمات مشتقه منها. هنلاقي كلمه fictional ودي adjective يعني خيالي او له علاقه بالخيال. fiction writer كاتب خيال، حد بيكتب أعمال خيالية أو أعمال أدبية. طب عايزين بقى example على الword دي. novels are long detailed works of fiction. novels are long detailed works of fiction يعني الروايات هي أعمال أدبية طويلة مفصلة من الخيال. أوكي What's this picture؟ الصورة دي صورة كده مكتوب عليها poetry. poetry ده noun معناه الشعر. يعني ايه برضو الشعر؟ a form of literature that uses rhythm and imagery to express emotions. ده شكل كده من أشكال الأدب بيستخدم الإيقاع والنغم والخيال علشان إن هو يعرض أو يعبر عن الإيموشنز يعني المشاعر. What's the antonym of this word؟ prose. prose يعني النثر. النثر غير الشعر لأن النثر كلام عادي يعني ordinary writing. أوكي طيب let's see a synonym of this word. عايزين synonym هنقول verse. وعلى فكرة كلمة verse دي معناها حاجات كتيرة جدا. نظم يعني الشعر، ممكن يبقى معناها verse يعني آية قرآنية، ممكن يبقى معناها سطر أو شطر أو بيت من الشعر، لها معاني كتير جدا. أوكي طب الديريفاتيف لكلمة poetry يا ترى إيه؟ poem يعني قصيدة، poet الشاعر نفسه، poetic يعني شعري أو خاص بالشعر. This is the adjective دي صفة منها. أوكي طب هل نشوف الword دي in an example to illustrate the meaning. poetry uses rhythm
imagery and carefully chosen words. الشعر بيستخدم الإيقاع والصور وكمان كلمات مختارة بعناية. alright, so this is the word poetry. نبص على الصورة كده ونربطها بالword drama. drama دي noun طبعا معناها بالعربي قريب جدا دراما الأعمال الدرامية وهيكون معناها literature written to be performed on stage. literature written to be performed on stage يعني الأدب أو الأعمال الأدبية المكتوبة علشان يتم أدائها على المسرح تتحول plays يعني مسرحيات. okay, example drama is written to be performed. drama is written to be performed يعني الدراما بتتكتب علشان تتمثل على هيئة مسرح. alright, طيب هل احنا عندنا للورد دي synonym؟ play مسرحية theater مسرح هي نفس كلمة دراما. اوكي طيب الانتونيم ليها narrative. narrative يعني حاجة كده ايه سردية حاجة سردية مش شرط انها تتمثل على الايه المسرح او قصة وخلاص. alright طب الديريفاتيف dramatist حد درامي dramatic حاجة درامية لها علاقة بالدراما dramatize يعني يحول الشيء لدراما. اوكي let's move on to the next word imagery in literature. ده اللي مكتوب على الصورة يعني الايمجري. الأعمال الأدبية لازم يكون فيها imagery يعني صور كده تمثيلية يعني تجسيد وتشبيه وبلاغة وكناية وحاجات كتير من الأمور اللي هي بتوضح المشاعر أو الصور في الأعمال الأدبية. يبقى imagery معناها language that creates pictures in the reader's mind. اللغة اللي بتخلق صور في عقل القارئ. language that creates pictures in the reader's mind. The antonym of this word is plain language. plain language يعني لغة بسيطة سهلة صريحة ما فيهاش صور ولا أمور بلاغية. alright, what is the synonym of this word؟ عايزين synonym مرادف ليها. visual language لغة مصورة لغة مرئية. figurative language لغة بلاغية بيكون فيها استعارة وكناية وحاجات من اللي انتوا عارفينها اللي هي البلاغية اللي بتدرسوها في الأدب. derivative image يعني الصورة. imaginative حاجة خيالية حاجة تخيلية. imagination الخيال نفسه. طب do we have an example having this word؟ poetry uses rhythm, imagery and carefully chosen words. أخدنا المثال ده قبل كده وده مكتوب أصلا في التكست بتاعنا اللي في البارت ده من اليونت ومعناه إن الشعر بيستخدم الإيقاع وكمان الخيال والصور وكلمات مختارة بعناية. أوكي Look at the picture. We have the word moral. moral دي noun وبتيجي على هيئة جمع زي ما شفنا بالاس كده وهيكون معناها الأخلاق. lessons about right and wrong behavior. الدروس الخاصة بالسلوك الصحيح والخطأ. ايه الصح والغلط؟ ايه الحاجات الأخلاقية اللي المفروض نعملها؟ يبقى morals يعني دروس مستفادة أو الأمور الأخلاقية أو الأخلاق. أوكي طب السينونيم بتاعها ايه؟ values يعني القيم او ethics يعني برضو الاخلاق. values او ethics. طب الانتونيم ليها ايه؟ immorality. immorality يعني عدم الاخلاق. derivatives moral دي الادجكتيف منها يعني حاجة أخلاقية. لما أقول على حاجة إن هي moral معناها أخلاقي. morally يعني بطريقة أخلاقية أو بأخلاق. immoral بطريقة غير أخلاقية. أوكي alright let's read an example having this word. folk tales often carry lessons or morals. folk tales often carry lessons or morals يعني القصص الشعبية غالبا ما بتحمل جواها دروس مستفادة أو قصص أخلاقية يعني دروس أخلاقية أو يعني مواعظ. alright let's move to this word. prose يعني prose بقى ده noun ومعناه ordinary written language without rhythm يعني الكلام اللغة المكتوبة العادية اللي ما فيهاش إيقاع ما فيهاش كده نغم. أوكي كلام عادي جدا زي القصص العادية alright اللي هي مش شعر مثلا. antonym poetry كلمة poetry يعني الشعر نفسه. أوكي ده العكس منها لأن احنا النثر غير الشعر طريقة عكس بعضها. alright
طيب what is the synonym of this word? prosaic. prosaic دي الادجكتيف منها. طب الديريفاتيف ordinary writing. ordinary writing يعني الكتابة العادية. alright. طيب تعالوا نشوف كمان example having this word. a short poem can express a deep feeling that might take many pages of prose. A short poem can express a deep feeling that might take many pages of prose. يعني قصة صغيرة ممكن تعبر عن مشاعر عميقة جدا اللي ممكن صفحات كتير جدا من النثر تعبر عنها. alright. يبقى كلمة prose يعني النثر، يعني الكتابة العادية. طب ايه اللي في الصورة دي؟ wisdom. يعني ايه wisdom؟ يعني الحكمة. in English معناها deep understanding gained through experience. deep understanding gained through experience يعني الفهم العميق اللي بنكتسبه من الخبرة. علشان كده تلاقوا الالدرلي people الناس الكبار السن عندهم wisdom. they are wise people ناس عندهم حكمة. synonym للورد دي أو المرادف insight البصيرة أو knowledge المعرفة، يعني بنقرب المعنى شوية. طب الانتونيم ignorance أو stupidity يعني الغباء أو الجهل. derivative منها wise. لما أقول على حد إن هو wise يعني حكيم، أقول he is a wise person هو شخص حكيم. wisely ده الادفيرب معناها بطريقة حكيمة أو بحكمة. look at this picture. نبص على الصورة إيه ده؟ struggles يعني في كده ايه معاناة، في مكافحة، في نضال. طب struggles دي يعني اوقات صعبة، مصاعب. على فكرة بتستخدم كفيرب كمان بمعنى يجد يعني هو بيكافح او بيناضل او بيحاول يعني ايه يبذل مجهود اكتر لان الحاجة صعبة. يبقى struggles هنا noun جمع اهو معناه اوقات صعبة او صعوبات. معناها in English difficulties or challenges التحديات. synonym ليها hardships أو difficulties المصاعب أو التحديات. Do we have an antonym to this word? ease أو comfort اليسر أو الراحة. derivative struggle verb زي ما قلنا يعني بيكافح أو يناضل أو يواجه التحديات. struggling ده مزودين للverb ing عشان يتحول لنون. okay. an example having this word. They often explore characters' inner thoughts and personal struggles. They often explore characters' inner thoughts and personal struggles يعني هم غالبا بيستكشفوا المشاعر الداخلية، الأفكار الداخلية والمصاعب أو التحديات الشخصية الخاصة بالشخصية دي اللي هي الأعمال الأدبية يعني بتعبر عن الستراجلز. أوكي. الشخص ده بيعمل ايه؟ ده زي ما يكون ثيف وبيهرب run away. عندنا الورد escape يعني الهروب. في ناس بتقرا قصص ادبيه علشان تهرب من مصاعب الحياه يعني بتاخدها كده كمهرب. اوكي. يبقى meaning للورد escape a way to get free from daily problems هو طريقه للخروج من او نتحرر من المشاكل اليوميه، نهرب شويه من الضغط اليومي والمطحنه اليوميه ونروح نقرا لنا قصه او يعني نقضي وقت مع اصحابنا او نعمل اي حاجه. فاحيانا الليتريتشر الادب بيكون escape طريقه للهروب او مهرب. اوكي. example books were my escape. books were my escape يعني الكتب كانت هي المهرب بتاعي من الضغوط الحياتيه مثلا. synonym running away. running away احنا عارفين ان run away يعني يهرب. اوكي. ممكن كمان معنى الحرف ليها يهرب من حاجه. escape الانتونيم ليها confinement facing confronting يعني المواجهه. derivatives escape ده الفيرب وتصريفاته escaped لان هو verb regular فعل منتظم. ايه الكلمة اللي مكتوبة في البيكتشر دي؟ ده في حد منتظم وضابط نفسه وعنده ديسيبلين يعني تهذيب وانضباط وتحكم في الامور وعنده روتين ثابت اهو بيطلع خطوة بخطوة. يبقى discipline noun. The meaning of it is control and regular practice التحكم والانضباط والتمرين المستمر او المنتظم.
Example, discipline matters even more. Discipline matters even more يعني التهذيب أو الانضباط أو النظام بيهم أكتر. أنا ممكن يبقى عندي موهبة بس لو ما عملتش discipline، لو ما عملتش regular practice وبقى عندي نظام حياتي يحكم الموهبة دي وينميها مش هتنمو. alright، يبقى discipline is very important. سنم ليها self control أو training، التدريب أو الانضباط الذاتي. الانتونيم laziness الكسل. الديريفاتيف ليها disciplined حد مهذب، حد ضابط نفسه، حد حاطط نفسه في نظام معين. discipline ده verb تستخدم كمان كverb. طيب الورد دي اللي في البيكتشر عندي، الله ده حد بيدي رأيه، مرة يبقى مبسوط مرة يبقى متضايق، حاجة مش عاجباه يبقى بيدي الفيدباك، يعني بيدي الرأي. بيسموها عندي في اللغة العربية التغذية الراجعة. يعني ايه برضو؟ يعني opinions given about someone's work، يعني الآراء اللي بتعطى عن عمل شخص معين. في حد كتب قصة فأنا قريتها ما عجبتنيش فقلت له لا ده هي مش حلوة، أو حلوة بس فيها كذا كذا، أنا بدي فيدباك المفروض بطريقة معينة يعني ما ضايقش الناس، او الفيدباك لها طريقه معينه. يبقى الفيدباك يعني الراي. example, we share drafts and give feedback. احنا بنشارك النسخ اللي احنا كتبناها وندي لبعض الرأي او الفيدباك يعني التغذية الراجعة علشان لو فيها تعديلات نعدلها. اوكي طيب is there a synonym of this word؟ opinion أو comments، الرأي أو التعليقات هي دي الفيدباك. طب الانتونيم silence، مش حد فيدباك هسكت هبقى صامتة. اوكي derivative feedback تستخدم كverb، نشتق منها الايه الverb. ايه الصورة دي؟ rejection رفض، the noun and means refusal or not being accepted، الرفض أو عدم القبول rejection. example, every rejection teaches you something. every rejection teaches you something، كل رفض بتتعرض له بيعلمك درس معين. اوكي بيعلمك شيء معين. السينونيم ليها refusal أو denial. refusal يعني رفض و denial يعني إنكار. antonym acceptance عكسها القبول acceptance. اوكي طيب derivative منها ايه بقى؟ reject يعني يرفض او rejected ده التصريفات بتاعته لما بنزود له ايدي لان هو regular verb. اوكي look at the picture، الله دي حاجة نعرفها، دي rhythm يعني الإيقاع، في نغم كده بيبقى في الشعر وفي الأعمال الأدبية. a regular pattern of sounds or beats in language or music. a regular pattern of sounds or beats in language or music يعني نمط منتظم من الأصوات أو الإيقاعات في لغة معينة أو في الموسيقى. أوكي طب الأنتونيم ليها إيه؟ irregularity أو disorder عدم الانتظام أو الخلل. اوكي اقول ده مفيش ايقاع ثابت للامر ده. synonym beat pattern او flow النمط نفسه او الانسياب بتاع الامر ده. اوكي derivatives rhythmic حاجه ايقاعيه rhythmically بطريقه ايقاعيه وده adverb. اوكي do we have an example of this word؟ poetry often uses rhythm, sound, and imagery to create beauty and emotion. الشعر بيستخدم الإيقاع والصوت والصور البلاغية علشان يخلق كده أو يعبر عن الجمال والمشاعر. Okay, let's move on to the next word. cheerful. بصوا الولد ده مبتسم ازاي ومبتهج ازاي. يبقى cheerful صفة معناها مبتهج مش مكشر. اوكي happy and full of positive feeling سعيد ومليء بالطاقة الإيجابية. اوكي او بالمشاعر الإيجابية نقول عليه cheerful. example, some poems are cheerful and full of hope. بعض القصائد بتكون مبتهجة بهيجة كده مفرحة يعني مش كئيبة ما فيهاش حزن ومليئة بالأمل. يبقى دي word cheerful. طب السينونيم ليها joyful, happy or bright حاجة مشرقة حاجة باعثة على السعادة.
Antonym sad or gloomy، حاجة محزنة أو حزينة أو كئيبة. طب derivative ليها إيه بقى؟ cheer ده تنفع كنون أو verb. cheerfully ده الادفيرب منها، يعني بابتهاج أو بطريقة باعثة على السعادة. أوكي، نبص على الصورة الجميلة دي. إيه النباتات دي؟ إيه الأنواع الورود دي بنسميها إيه؟ أولا دي ورود النرجس أو أزهار النرجس، بنقول عليها in English daffodils. وفي قصيدة مشهورة بتتكلم على الدافودلز، أزهار النرجس دي. أوكي، يبقى yellow spring flowers that symbolize happiness and hope. yellow spring flowers that symbolize happiness and hope، اللي هي دي اللي قدامكم دي أزهار النرجس. example a field of golden daffodils moving in the breeze. حقل أو مجموعة من أزهار النرجس الذهبية تتمايل في النسيم. ده كانت موجودة في قصيدة مشهورة جدا. synonym flowers blooms برضو يعني أزهار. derivatives daffodil لو هي singular noun يعني المفرد منها لو ظهرت النرجس واحد أشيل الاس تبقى daffodil. أوكي، طيب بصوا على البيكتشر كده. breeze نسيم يعني مش الرياح القوية بقى، يعني هواء منعش بسيط كده في الحركة، بيكون هو في غالبا ما بنلاقيه في الربيع. Okay, a light and gentle wind يعني رياح لطيفة وخفيفة. Example, the daffodils were moving in the breeze. يعني أزهار النرجس كانت تتمايل في النسيم. breeze النسيم. Do we have a synonym of this word? light wind or air. طب في antonym ليها storm عاصفة أو gale يعني عاصفة برضو. derivatives breezy يعني به نسيم، دي الادجكتيف منها. اوكي، tone of voice، شايفين الصورة دي؟ tone يعني نبرة الصوت أو النغمة بتاعت الصوت والإنسان بيتكلم. the writer's attitude or feeling expressed in a text. طبعا في العمل الأدبي أو في القصيدة أو أيا كان الصورة من صور الأدب بيكون في كده نبرة للكاتب، بنعرف هو مشاعره إيه بالظبط اللي هو بيعبر عنها، أو اتجاهه ناحية في النص ده عايز يعبر عن إيه، حزن، فرح، سعادة، قلق، نقد، إيه هو الاتجاه، إيه التون بتاعته، نغمته عاملة ازاي. اوكي، سينونيم ليها المود، عارفين كلمة مود يعني مزاجه. attitude الاتجاه بتاعه، يعني برضو التون. الديريفاتيف منها tonal حاجة لها علاقة بالنغمة أو الإيقاع الخاص بالشخص. طب الأنتونيم منها إيه بقى؟ مونوتون يعني موحد ما فيهوش تغيير في الايقاع، حاجه كده ايه ثابته ما فيهاش، ما نقدرش نقول ان دي بتعبر عن شيء معين. اوكي، example the cheerful tone comes from the bright images of flowers. The cheerful tone comes from the bright images of flowers يعني النغمة المبهجة دي البهيجة في العمل الأدبي ده جاية من الصور المشرقة للأزهار أو الزهور. أوكي، look at the picture كده، ده فيه ماء يعني بينساب بسلاسة. flow verb معناه ينساب أو يفيض. to move smoothly and naturally يتحرك بانسيابية وطبيعية زي المنظر اللي قدامنا ده، الفيرب اللي بيعبر عنه الصورة دي. example the rhythm makes the poem flow like a song. يعني ايه الكلام ده؟ الايقاع او النغم اللي موجود في القصيدة بيخليها تنساب مثل الأغنية، تنساب flow. طب عايزين synonym مرادف للverb move smoothly أو run أو يجري زي الماء يجري كده. antonym stop or halt يتوقف أو يوقف. derivatives flow ده النون منها برضو، ده flow يعني التيار أو الانسياب. flowing دي adjective. بصوا على الصورة دي كده. memories ده صورة هي كانوا في الماضي يعني بيقضوا أوقات جميلة مع بعض، بنسميها memories ذكريات
وده noun وجمع على فكرة plural noun. المينينج ليه things we remember from the past، أشياء بنتذكرها من الماضي. things we remember from the past. Example, memories of joy can give us strength in difficult times. Memories of joy can give us strength in difficult times، يعني ذكريات الفرح والسعادة تقدر تدينا قوة في الأوقات الصعبة. نفتكر الميموريز دي ونبتهج شوية اوكي في الاوقات الصعبه. طب السينونيم للورد دي ايه؟ recollections او remembrances، برضو يعني الذكريات. طب الانتونيم forgetfulness، وعندنا الديريفاتيف منها memory، ده لما تبقى singular يعني مفرد، وmemorize ده الفيرب منها يعني يتذكر. Well, actually, this is the end of our episode. Thank you so much for joining me. I hope that you found it beneficial. Till I see you again. It's not goodbye. Take care.